حالتنا وصلت الحاله مزريه جدا بالنسبه لي انا شخصيا. دكتور شادي بن مسعود مواطن جربي ونغير على جربه وعلى تونس، والمشكله اللي موجوده عندنا الحق ككل تونسي باش ما نعطشوش بالماء. اليوم قاعده الجزيره تعطش، وهذا من واجبنا باش ندافعوا على اولادنا، لانه الماء اساس الحياه. كل يوم القاعده تتراكم، وكل عام اخي من عام. الى متى؟ برشا ناس تسأل ينظر الوقفه هذه باش تجيب حاجه اليوم ولا غد تجيب، لانه الحلول عندهم لكن ما يحبوش يعملوها. هذاك علاش الحلول موجوده ويلزم ياخذوا بعين الاعتبار هشاشه الجزيره ويتعناو ويصرفوا ويحلوا المشكله، لانها هي في عينين تونس الكل. واللي كان باش ينساو سكان جربه ويعملوا كان على السياحه، هذايا ماهوش حل. السياحه قاعده تستهلك في 50% من الماء اللي جاي للجزيره، وما همش متعدين من السكان اللي قاعده تعطش وقاعده تموت بالعطش. خويا توا عندنا قداش نستنوا في الماء، مش نهار مش اثنين مش ثلاثة. يقولوا لنا في غدوة في بعد غدوة تجي الصباح يقول لك الصباح لا ارجع غدوة ترجع غدوة، كل يوم هذه هي نفس العملية. جو حفروا قعدت بريود الترابات وغبابر ما تحكيش. تجي تحكي مع المديرة هنا يقول لك مشروع جهوي ولا ما نعرفش كيفاه، حصيلوا معطونا حتى حلي. فما عباد فما مراه حبله يا اخي قداش باش تكركر الماء. فما اللي مراه اللي تلقى عندها 6 صغار يا رسول الله تمرميد، راهو تمرميد يا اخي. احنا مش تابعين تونس؟ ما تابعين تونس ولا؟ هذا حق من حقوقنا، ما طالبين حتى شيء. كان يجيبوا لنا الماء يا خويا، وماذا بينا في اقرب وقت ممكن، على خاصه في رمضان. صدقني تعبنا في رمضان، تعبنا زاد بالكدا. لو كان جاء غادي يسكن معتمد ولا والي ولا واحد ما نعرفش انا كيفاش يخدم، راهو جابوا له الماء، راهو صيبوا له الوقت الماء. المشاكل نتاع الماء يلزم السيد الوزير الفلاحه يجي حالا الجربه. نحن مع الحكومه ومع الشرعيه ومع الحكومه هذه باش تشوف لنا حل في الماء. غدوه انا ما خلصتهاش الفاتوره، ما عنديش فلوس انت عمل لي ترك. خلصت خويا شويه على الزون، نقص شويه على السوق، والناس كلها تاخذ لنا الناس الكل تاخذ لنا خصم. لا بالله يعطينا ريبونس ساعه القسم هذا. احمد سوله رئيس اقليم الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه اقليم جربه. دونك جيست حبينا نفسروا شويه الاضطرابات اللي حدثت معناها في الفتره الاخيره في جربه. اضطرابات ناتجه عن معناها قله الانتاج، معناها محدوديه الموارد اللي موجوده معناها لاستغلالها في المنطقه، وكذلك معناها ارتفاع الاستهلاك اللي في المنطقه كذلك موجود. هو موجود، لكن كانت ديما فما حلول معناها نقولوا احنا حتى 2012 كانت فما الحلول، كانت فما استراتيجيه تاع الشركه معناها واضحه، كانت فما الحلول موجوده. لكن الحل الاخير واللي احنا وصلنا له تو هي انشاء محطه تحليه المياه البحر. المحطه هذه اللي دونك نستناو فيها ان شاء الله معناها تتسرع معناها اشغالها، هي اللي باش تحل لنا المشكله ديفينيتيفمون، نظرا لانه محدوديه من الموارد المائيه في المنطقه هذه. نعرفوا انه الميده من المائيه في جربه هي ميده مالحه وضعيفه، وريش معناها اون سوفر زاده معناها فيها كبريت. دونك لذلك معناها الحل معناها اللي نشوفوه احنا، الحل الجذري هو تحليه مياه البحر. المحطه هذه اللي باش تتحط ان شاء الله وتحل مشكله جربه معناها ديفينيتيفمون. والله نقول لهم احنا قاعدين معنا قاعدين نبذلوا في جهود كبيره باش نقسموا احنا حتى الديفيسيت بين مدنين وجربه وجرزيس. قاعدين معناها نخدموا على هذا باش ما تتاثرش منطقه على حساب الاخرين. قاعدين نصلحوا بشويه كما تعرفوا. هو المشكل ديجا اللي صار هو انه ليله العيد معناها عندنا 2 فوراج اللي طاحوا اون بان معناها ديفو الكتريك، طاحوا كل بيرتورباسيون الكتريك، طاحوا بان دخلنا صلحناهم. لكن كما تعرفوا انتم في الصيف نظرا لكثره الاستهلاك ما تنجمش انت تكون مخزون معناها فيسا يحب الوقت معناها الطريف اللي تخسروا في الصيف ما تنجمش ترجعوا فاسيلمون. دونك انا قاعدين بشويه نرجعوا في السيتياسيون ان شاء الله.
والله المناطق اللي هي اكثر علو هي اللي تتاثر ياسر. المناطق مثلا بوشوات سيفري بوشوات منطقه عاليه في ال 39 معناها بارابور القلاله معناها يمكن اعلى بقعه هي تتاثر الاولى ديما. القشعيين السدغيان المحبوبين البارتيه هذيك البارتيه هيك اللي عاليه شويه. السرنديوسي في جهه جيم هذول المناطق اللي هما عاليين شويه. مثلا حومه السوق لا في حومه السوق صارت المشكله البريود هذه كما قلنا على خاطر معناها فما انكوز فهمت مش معناها على خاطر النقص دونك صاروا دي بان ورجعناهم معناها صلحناهم لكن رجع الماء ما يرجعش في ساعه كما قلت لك على خاطر كثره الاستهلاك اللي موجود.